مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات بيت العيله بيت المصريين جميعا. حلقه يوم السبت 17/9/2016. للاسف العيد خلص خلاص وهنبتدي نرجع كلنا على اشغالنا ان شاء الله، لكن خلينا نشوف الدنيا حصل فيها ايه اليومين اللي فاتوا، وكمان نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده في الايام الجايه. ده غير الموضوعات المهمه التانية اللي هنتكلم عليها في حلقتنا النهارده. حلقه النهارده طبعا هيكون فيها فقره للاخبار زي ما معودين حضراتكم بشكل يومي، وهتكون الفقره الثانيه بعديها مع الاستاذه سوسن الشلاح خبيره التنميه البشريه، وكلام مهم جدا عن ازاي نكون سعداء. هيقدم هذه الفقرة زميل العزيز عبد الغني الملكي. الفقرة الأخيرة معنا النهاردة هتكون مع دكتورة زينب زعزوع الأستاذة بالجامعة الأمريكية عضو نقابة أعضاء هيئة التدريس، وكلام مهم جدا عن الجامعات المصرية وتطوير التعليم والمقارنة مع الجامعات الأجنبية. طبعا موضوعات كلها بتشغل بالنا، وخاصة ان احنا على مدخل سنة جديدة ان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا وموفقة لينا كلنا. اسمحوا لي ارحب ضيفي في الفقرة الأولى الأستاذ طارق فتح الله الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك. أهلا بيك. أهلا بكم، سنة وانتم طيبين وبيت العيلة كله بخير وعيد سعيد عدى وأعياد سعيدة جاية أكتر إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. خلينا نبدأ الأخبار. نشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك. يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر غد الأحد إلى نيويورك في زيارة تستغرق 4 أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي واجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغيير المناخ. يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم التالي الاثنين كلمة مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين التي تتناول سبل التواصل لإيجاد حلول فعالة لأزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة ولا سيما في المنطقة. يلقي الرئيس السيسي أيضا يوم الثلاثاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يستعرض أهم القضايا الداخلية والإقليمية والدولية التي تهم مصر والمنطقة. ويشارك الرئيس السيسي يوم الأربعاء في قمة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط، والتي ستولي اهتماما خاصا بملفي سوريا وليبيا برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا وحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي. نشاط قوي جدا على 4 أيام. طبعا نشاط بيحمل أكثر من معنى ودلالة وأهمية كبيرة جدا جدا. 4 أيام لأول مرة يعني أنا أجد شخصيا رئيس جمهورية عنده أجندة جدول أعمال بهذا الشكل وبهذه القوة وبهذه النتائج المتوقعة كبيرة جدا بالشكل ده. نمرة 2 وبهذا الإصرار أيضا، لأنه طبعا جزء من هذه الموضوعات ولا سيما اللاجئين والمهاجرين وأزمات الإرهاب كانت موجودة في كلمته التي ألقاها في قمة ال20. بالظبط. دي اللاجئين والمهاجرين دي قصة احنا حتى مصر نالها من الحب ده جانب كبير، يعني عندنا حوالي نص مليون سوري غير العراقي غير بس هو الحقيقة التعامل عندنا مع اللاجئين مختلف تماما عن جدا جدا، التعامل ولكن تجد ان مصر الوحيدة اللي ما اشتكتش او طلبت زي دول تانية الدعم، مش يعني ايه، تجد ان مصر دايما تحتضن ايا كان الجنسيه بايا كان عددها، بتقدر تحتضنها وتذوب فيها. مفيش مخيمات لاجئين ومفيش الكلام ده، وعايشين اخواننا السوريين معانا جار بجار عمل بعمل، يعني جار في كل مكان تلاقيهم بيشتغلوا معانا بيعيشوا معانا. مفيش صح زي ما انت حضرتك قلت خيم وكلام من ده وحدود واقفه وحدود قافله وحدود خارج وضرب نار وتشرد. ما تلاقيش الكلام ده حصل لاي حد من ايام غزو الكويت والعراقيين والكويتة حتى وقتنا هذا مع الاخوه السوريين. الحقيقه الاداء المصري مميز جدا فيما يتعلق بموضوعي الارهاب، بمكافحه الارهاب والتعامل مع اللاجئين، والحقيقه يصح ان هو يدرس بالنسبه للي بيتم التعامل معاه بره. طبعا لان هو وقبل كده كان السيد رئيس الجمهوريه في خطاباته قال انا مصر بتدافع عن العالم كله في موضوع الارهاب، مش عن نفسها ولا عن المنطقه العربيه، عن العالم كله. واتضح صدق كلامه اللي كان بيقوله ده، والنهارده بيعانوا اشد المعاناه الدول الاوروبيه بقى، لانهم كانوا بيتعاملوا لان ده عندنا احنا وهم في فرنسا والمانيا وامريكا وما زال بيحصل وهيحصل وغير تركيا. هل تعتقد ان ده هيستدعي وقفات اكثر قوه و
مواقف اكثر قوه فيما يتعلق بمكافحه الارهاب في منطقه الشرق الاوسط، ولا سيما ان هم اكتشفوا انه المساله مش هتقتصر على الشرق الاوسط، لكن النيران هتوصل لغايه عندهم؟ والله بص هقول لحضرتك، لو هم عايزين يوقفوا الارهاب فعلا لازم يقفوا يعني يقفوا بجانب مصر مش مع مصر. احنا الحمد لله قدرنا ندافع عن بلدنا وحدودنا وامننا واماننا تماما، وعندنا قواتنا وعندنا رئيسنا وعندنا الحمد لله في امن وسلام تام. هم بقى المشكله عندهم هم، فلو عايزين يعالجوها يجوا لنا وهيجوا لنا في الاخر. يعني انا متوقع ده عشان مش عارفين. انا يمكن انا قلت هنا في نفس البرنامج من حوالي سنه، كنت بقول ايه في الجامعه العربيه، لابد ان تجتمع وزراء الداخليه العرب والاجهزه الامن العربيه لمواجهه هذا الارهاب حقيقي اللي كان لسه بيطفو. بص بعد سنه حصل ايه؟ النهارده بيرجعوا للعقل ده اللي لازم يتحدوا مع بعض، سواء بقى غرب عرب، يعني لازم ده يحصل بينهم بعض. حاجه تانية مهمه في زياره السيد الرئيس هي اولا مخاطبه الاعلام الامريكي في عقر داره. تمام. فهو هيلتقي هيعمل مقابله مع قناه فضائيه امريكيه BBS ومع جريده واشنطن بوست نمره 1. وده هيؤثر تاثير كبير في الراي العام الامريكي من خلال مخاطبه الاعلام. انتشارهم واسع. بالظبط. نمره 2 هيجتمع مع شخصيات بارزه ومؤثره في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مؤثره جدا ومهمه جدا. وهيجتمع مع هيلاري كلينتون وهيجتمع مع ترامب كذلك، مرشح الجمهوري وهي مرشح الديمقراطي. فالزياره حقيقه زياره، وهو اول مره يعني بيروح امريكا عشان كمان يزور امريكا. يعني قبل كده ما كانش حصل. لا هو زار الولايات المتحدة بس ما كانتش زيارات رسمية، كانت للقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فالمرة دي هو لقاء مفتوح ولقاء مشتمل، غير بقى اخر يوم دي هيبقى لقاء مع جمعية مجلس الاعمال المصري الامريكي، اكبر شركات امريكية، غرفة التجارة الامريكية. وده عشان نتائج بقى يطلع عنها في نهاية الاربع ايام بنتائج اقتصادية رائعة جدا هتكون لمصر باذن الله. ده اللي انا متوقعه بهذا الشكل. تمام. في لقاء ايضا مع مجلس الامن والسلم الافريقي واجتماع لجنه الرؤساء الافارقه المعنيه بتغيير المناخ. موضوع شديد الاهميه طبعا. وخاصه انه الجزائر هيبقى فيها قمه خاصه بالتغير المناخي في افريقيا في 26 و 27 سبتمبر. وتغيير المناخ فعلا، تغيير المناخ بقى فعلا مؤثر جدا في العالم النهارده. المناخ ما بقاش طبيعي زي يعني في مشاكل دوليه في العمليه، خاصه انه افريقيا بتعاني من ازمات التصحر والتصحر، واحنا برضو بنعاني منه في مصر. عندنا برضو موضوع التصحر ده يعني، وده اللي بيدعونا دايما او بيدعو السيد الرئيس الحكومه انها تزرع الصحراء اكتر، يعني تزيد في عمليه الزراعه الصحراء علشان زحف الصحراء، عشان التصحر ده محاربته. واحنا عندنا الحمد لله مياه جوفيه ومن نهر النيل، وعندنا مياه البحر ممكن تبقى مياه حلوه. فعندنا وسائل نقدر الارض الصحراويه دي كلها التصحر ده يتحول لارض زراعيه وتنميه وكده. كمان الخضر في مصر، رؤساء اتحاد الخضر العرب في المنطقه العربيه كلها سواء لبنان وكده، اتحاد الخضر كله مصري النزعة إن شاء الله. إن شاء الله. وكيل دفاع البرلمان انتخابات المحليات بداية العام المقبل والدولة غير مقصرة. أكد النائب يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أنه من الصعب على الإطلاق أن تجرى انتخابات المحليات نهاية العام الحالي، خاصة أن البرلمان ينتظر بداية دور الانعقاد الثاني من أجل أن ينتهي من قانون المحليات. أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن الاستعدادات التي تجريها الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية تجري على قدم وساق وليست مقصرة في التجهيز لتلك الانتخابات، حيث أنه بمجرد موافقة البرلمان على القانون ستبدأ الدولة في إجراء الانتخابات المحلية مباشرة. وأشار وكيل لجنة الدفاع إلى أن الانتخابات المحلية لن تتأخر كثيرا في 2017 بحيث ستكون في أول شهرين من العام المقبل. الانتخابات المحلية عاملة أزمة، وكان من المتوقع أو من ما تم الإعراب عنه من تصريحات قبل كده انه الانتخابات هتبقى السنه دي، وعدد كبير جدا من الناس قالوا لا مش هتلحق الحكومه انه يتم مناقشه هذا القانون. مجلس ما اقروش، كان المفروض يقروا في الدوره الاولانيه قبل فضها، ما حصلش ده. طيب. هل ده كان نتيجه لتقاعس من المجلس، ولا لانه الاجنده اللي كانت امام المجلس كانت اكبر من امكانيه انه يتم مناقشه هذا القانون؟ لا ده ولا ده، نتيجه ان تدخل اعضاء المجلس مع بعضهم في مشاكل كثيره جدا. تمام. طب والحل؟ الحل عندهم هم برضه، مش عندي ولا عند مجلس النواب اللي وثق الشعب فيهم واعطاه ثقته وانتخبه. لابد يكون قد ثقه الشعب.
ولا مش هيبقى له لازمه وجوده، ولا عضو فيهم يبقى موجود طيب. يمثلني هل او تعتقد انه يمثلني. مجموعه الاشكاليات اللي كانت في دور الانعقاد الاول هيجدوا لها حلول ولو حتى تصالحات في فتره الاجازه البرلمانيه تصالحات وبعدين عن بعد ايه يا استاذ رندا بس انا يعني الخلافات اللي بين النواب وبعض؟ هل هيجدوا حلول ليها بينهم وبين بعض بحيث انه دور الانعقاد الثاني يكون اكثر ده انضباطا اللي انا واكثر سرعه؟ ده اللي المفروض انه يحصل في الفتره دي دلوقتي. فتره الراحه بتاعت مجلس النواب لازم يخلصوا مشاكلهم دي دلوقتي عشان يخشوا الدوره الثانيه وهم صافيين تماما وينجزوا القوانين الجديده المطلوبه، لان المحليات دي قانون المحليات او انتخابات المحليات شيء ناقص جدا وخطير جدا في مصر. كنا بنقول عليه برضه هنا هي منظومه متكامله، لو في حاجه وقعت منها يبقى لسه المنظومه واقعه. طيب قانون يعني المحليات خاص بانتخابات المحليات ولكن لا ينسق العمل داخل المحليات بعد كده. ازاي لا ينسق؟ يعني مش فاهم قصدي هل ده سؤال ولا حضرتك انا بسأل حضرتك. قيل ان قانون المحليات خاص بتنظيم الانتخابات فقط ولكن ليس سير العمل في المحليات بعد بالظبط. لا هو دي قصه ثانيه خالص ولسه هيناقشوها كمان. لا قصه بس الانتخابات اول يخلصوها عشان تتم الانتخابات، عقبال لما تخلص الانتخابات والمرشحين وانت عارف وقت طويل ودعايه والكلام ده كله، يكونوا خلصوا موضوع القانون بتاع سير العمل في المحليات، لان الفساد موجود في الاحياء شكل ما فيش رقابه عليهم. بالظبط. ما هو ده اللي هقوله لحضرتك يعني من باب اولى انه يتم ضم القانونين بشكل وافي بحيث انها يتناقشوا مره واحده ونخلص علشان لما تشتغل مره واحده تشتغل بقى ونخلص. لا يعطلك اكتر، ده يعطلك اكتر طول ما انت لو ما هو هيعطل منظومه الفساد واحنا عايزين نكتسها. ما انت عايزه تخلصي منظومه الفساد يبقى تخلصي قانون انتخابات لوحده ويخلص، لان ده قوانينه والمواد بتاعته مالهاش علاقه تماما بسير العمل بتاعك. دي جوب ديسكريبشن زي ما بيقولوا، مالهاش علاقه بايه. طب ما احنا هنستفيد ايه لما يبقى في قانون للانتخابات فقط لكن تظل المحليات فيها ما فيها من اشكاليات الفساد؟ هقول لحضرتك هو في قانون من الاول موجود بتاع طريقه عمل سير المحليات موجود. يعني ممكن ولو لسه مخلص ممكن يتم العمل بهذا القانون القديم لغايه لما يتم عمل قانون جديد، مفيش مشكله. ما هو في لكن ما فيش قانون انتخابات الحال حاليا. نعم. ما هو كان في ثغرات ادت للفساد اللي كان قائم في الفتره الماضيه. بس بقول لحضرتك على الاقل يبقى في، انا عندي اخلص من قانون الانتخابات حتى تتم الانتخابات. اتمام الانتخابات دي شيء صعب جدا، ما هوش حاجه سهله وهكلف الدوله وهتاخد وقت طويل، مرشحين واعاده والمرشحين اللي هيعيدوا تاني مع بعض زي مجلس النواب. شوف مجلس النواب خد مده قد ايه، ده واللي هيرفع قضايا على التاني قصه. طيب هل حضرتك تعتقد انه من الممكن انه يتم مناقشه تعديلات القانون الاخر الخاص بتنسيق العمل داخل المحليات في نفس الوقت؟ يناقش لكن ما يربطش بقانون الانتخابات، ما يرتبطش. لا يعني ممكن يبقى في انتخابات محليات وايضا ماشي يتناقش، مش هقول لا ما منعش، بس لا ما يربطش ان اعمل ده يبقى لازم اعمل ده في وقت واحد. افرض ده ما خلصش وده خلص. بس هو متوقع ان انتخابات المحليات القادمه يبقى فيها اشكاليات لانه في انواع من الترضيات لمن انت عارفه يا زراندا في حد ذاتها ان قانون انتخابات انه يطلع هيخلي كل رئيس حي قاعد بيعمل ايه؟ مرعوب. ليه؟ لانه بيخاف من المحليات، لان هو المحليات هي الرقابه على الاحياء. تمام. والمراكز المدن. فده في حد ذاته، لان انا بقول لك انا عشت حالات فساد في الاحياء، انا عشتها، عندي تجربه، انا عندي تجارب كتيره جدا في حياتي. انا عشتها بنفسي ولغايه دلوقتي لسه موجوده. ليه؟ لان مفيش محليات بتراقبهم. كل واحد بيعمل في حي حلوان، في كل حي كل واحد بيعمل اللي هو عايزه ولا بينفذ، والقانون عنده اهو قانون ولا بينفذه ولا كل حاجه. عشان ايه؟ في مصالح بتمشي علشان الدور الرقابي المفترض ان هو يكون في المحليات، ولكن يبقى انه المحليات كان فيها ازمات. كلنا امل انه الانتخابات القادمه تاتي بجيل من الساده العاملين في المحليات انظف يدا، واللي مطلوب فعلا في البرامج تمام ينضموا للشرفاء الموجودين في هذا المكان. عقوبات رادعه بقى كبيره، يبقى في عقوبات رادعه للفساد. ما هو ده لازم بقى يبقى قانون. ما بقول لحضرتك، هو ده اللي انا بقول لحضرتك من الاول، لازم يبقى قانون. مش بس المحليات، لا لكل فساد في مصر يبقى في عقوبات رادعه اشد من اللي هي موجوده النهارده. حاملة المروحيات أنور السادات تشارك في مناورة مع البحرية الفرنسية. أعلنت الشركة الفرنسية المصنعة لحاملتي المروحيات المصرية من طراز مسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات أن القوات البحرية الفرنسية ستشارك في تدريب مشترك مع البحرية المصرية من خلال حاملة المروحيات الجديدة أنور السادات التي تم رفع العلم المصري عليها. أوضحت الشركة عبر وسائل التواصل أن حاملة المروحيات أنور السادات سوف تغادر المياه الفرنسية خلال
الأيام القليلة القادمة من مرفأ سان نذير غرب فرنسا متوجهة إلى الإسكندرية بعدما تم تدريب 180 بحارا مصريا من كافة التقنيات المتعلقة بحاملة المروحيات. طبعا يعني ألف مبروك وصول حاملة المسترال أنور السادات. ولكن الإعلام عموما ما بيشرحش المسترال دي صح. يعني هلا شوف حضرتك بيشوف منشور ايه حاملة المروحيات، لا دي قاعدة عسكرية متنقلة سريعة العمل او سريعة الحركة، زي ما كده اذا كان بيقول السيد الرئيس ايه مسافة السكة. تمام. لانها قاعدة عسكرية فيها بتشايلة مدرعات وشايلة عربيات بر مائية وشايلة مستشفى وشايلة صواريخ وشايلة وزوارق سريعة جدا تدخل. دي مش حاملة طائرات بس، تمام. دي قاعدة عسكرية متنقلة يعني وزنها 22,000 طن. دي تتخيلي يكفي انه بتحتاج 180 ضابطا بحريا عشان يشغلوها. لا كان عندنا اخر قطعة عندنا اعلى وزن كان عندنا 6,000 طن، دي 22,000. قصة بقت عندنا النهاردة عشان وده كمان عشان بس اللي كانوا عمالين يهاجموا السيد الرئيس والاصوات الحنجريه وبيضيع الفلوس في التسليح، بيضيعها على مين؟ ما هو على القوات المسلحه على مين؟ لصالح مصر. بيأمن بيها مين؟ بيأمن حدود بحريه وسعه المساحه شاسعه صعب جدا. وكان التحديث بتاعنا ما كانش موجود في القوات البحريه وزي ما كانش موجود في اسلحه ثانيه. حدث القوات الجويه على الرغم من انه كان دايما بيبقى فيه نقدر نقول تدريبات مشتركه بين مصر وفرنسا تحديدا فيما يتعلق بالبحريه. طبعا تجربه. والنهارده لما السيد الرئيس تنوع جاب السلاح من فرنسا في الطيارات، وجاب من روسيا منظومه صواريخ، وجاب من المانيا غواصات، وجاب رجع من فرنسا جاب حامله المسترال دي حامله طيارات. والله العظيم انا من حوالي سنتين كنت كاتب على الصفحه بتاعتي قبل ما تيجي المسترال الاولى ويتم الاعلان عنها، جمال عبد الناصر، كنت انا كاتب بقول ايه نفسي بقول هو احنا ما لناش الحق او ما انش الاوان ان احنا يبقى عندنا حامله طائرات. والله كنت بقولها كده وحطيتها على الصفحه. تمام. وكأن رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز كان قاعد كأنه قاعد قصادي وسمعني وانا بقولها. تمام. ده شواحن كبيره والتحديات في المنطقه بيتعاقد على هذه حامله الطائرات. عارفه ازاي؟ الحاجه الثانيه عشان بس يبقى الناس عارفه انه كان بيفكر صح السيد رئيس الجمهوريه وماشي في اتجاه صح عشان يحمي مصر. انه اول امبارح امريكا عقدت اتفاقيه مع اسرائيل بمساعدات عسكريه قيمتها قد ايه يا استاذه؟ 38 مليار دولار مساعدات عسكريه. ما بتاثرش خالص امريكا مع اسرائيل. ما انا اذا احنا بيبقى احنا مش لازم نأثر مع نفسنا. يبقى هو اللي قام بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تسليح من فتره وتحديث ولسه هيكمل كان اتجاه صحيح ولازم يكمل. استراتيجيه وامنيه. ادي يشوفوا بس الغير اللي هو عدونا على الحدود اللي بيعمل ايه وهو بيعمل ده ليه؟ يعني النهارده ليه جايبه 38 مليار دولار اسلحه؟ هتحارب مين؟ النهارده ما فيش حرب، المفروض احنا في حال السلام، هي في حال السلام. اذا جايبه السلاح ده عشان ايه؟ ما انا بقول لحضرتك منطقه بتغلي كلها، والمنطقه العربيه الجيوش العربيه وقعت. اهم جيوش معانا الجيش السوري، الجيش العراقي، الجيش الليبي، الجيش اليمني، بفضل العدو اللي هم بيبيع السلاح. ادي المنطقه العربيه وقعت. فمبروك ان وصل لحمله الطائرات الثانيه مش حامله لا القاعده العسكريه البحريه دي انا بسميها كده اللي هي مسافه السك، انا بسميها مسافه السك. طيب السلاح ده واتمنى يا رب يكون وراها صفقات اسلحه ثانيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلاح ثاني وثاني، ويجدد ويزود السلاح بتاع مصر ان احنا محتاجين اقوى. احنا النهارده تقريبا رقم 10 على العالم في التسليح. نتمنى نوصل. والعالم ما عندوش التحديات الامنيه اللي عندنا. طبعا ما عندوش. ما هو ما عندوش لو انت عندك كل التحديات دي فطبيعي يكون ايه. عشان كده حدودك النهارده الناحيه الغربيه امنه، الناحيه الجنوبيه امنه، الناحيه الشرقيه الحمد لله الجيش القوات المسلحه بيطهرها في شمال سيناء تماما. لدرجه النهارده الشيخ او انصار بيت المقدس دول بعتوا مع الشيخ سيناء عايزين يعملوا هدنه مع الجيش. طبعا دي خدعه مش هدنه عشان يعني يلتقطوا انفاسهم وينظموا. معنى كده ان هم تلقوا ضربات قاسيه. عشان كده طالبين الهدنه عشان ينظموا صفوفهم من تاني. طبعا الجيش رفض الكلام ده كله، ما يقبلوش خلاص. يعني ايه هدنه؟ هو انت مين؟ هو انت دوله تاخد هدنه؟ انت جاي تعمل ارهابي عليا وبعدين تقول لي عايز اعمل معايا هدنه؟ ايه الكلام يعني؟ يا ريتهم اتمنى بس زراندا اسف بدون قطع كلامك، يا ريتهم انصار بيت المقدس دول وغيرهم يوجهوا طلقه واحده لتحرير القدس. اتمنى ان هم يعملوها مره والله لو عملوها مره لا يحرموا بعد كده طول حياتهم.
بس الري توقيع الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال الاجتماع 12 للجنة الثلاثية. أكد المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بأنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع 12 للجنة الوطنية الثلاثية خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان. أضاف المتحدث باسم وزارة الري أن أعمال الاجتماع ستشهد التوقيع على العقد الخاص بدراسات سد النهضة مع المكاتب الاستشارية الفرنسية في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء التي أوصت بعمل دراستين، وهما دراسة نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهربائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود. لسه يا دوبك هيتم توقيع الدراسات. تمام، كويس جدا. وسد النهضة اتبنى جزء كبير جدا منه وتعرض لمشاكل كمان. تمام. بص، طب ايه؟ هقول لحضرتك خلينا نمشي بيها خطوه خطوه بعقلانيه. يعني ازاي؟ حضرتك بتقول ان هو بنوا وهم لسه هيوقعوا الاتفاقيه اللي هو العقد دوت بتاع الدراسات يوم الثلاث الجاي. يتوقع العقد. مهم جدا خطوه توقيع العقد دي مهمه جدا. تمام، لكن متاخره. معلش خليها تتوقع. وهنشوف كلنا، وهنشوف حضرتك نتائجها الايجابيه شكلها ايه بعد كده. اصل انا عشان اوقع هو متوقع دراسات تقييم الاثر البيئي تكون فيها مشاكل كبيره جدا، لانه ما حدش ضامن ان السيول اللي نزلت على السودان تتكرر مره اخرى، بحيث انه منسوب مياه النيل يكون مناسب. يعني الله اعلم السنه الجايه هيبقى فيها هذه السيول بحيث ان احنا نبقى في الامان ولا لا. وعشان كده ومع تغيرات المناخ المتوقعه الامطار بتقل مش بتزيد. ده المعتاد في العالم كله، وده اللي بيؤدي الى التصحر، وده اللي بيؤدي الى مشاكل. اقول لك على حاجه ظريفه قوي. عايز اخصبك يعترف انه غلطان، خليه يوقع انه غلطان. تمام. خليه يوقعوا الاتفاق اللي عمل الدراسات دي مهمه، لانها فيها اعتراف كده رسمي من 3 دول ان لابد من عمل دراسه لهذا الموضوع للاثر البيئي بتاع. هيطلع بقى نتيجه الدراسات ايه؟ اذا طلعت والله ان في مشاكل كذا 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 كذا، اتفضلوا يا جماعه ادي على قصاد العالم كله. دي ما بقتش مشكلتنا، ادي نتيجه الدراسات اهي. هيلتزموا بقى بنتيجه الدراسات بقت دي لا؟ انت بصي صدري المشكله الاخر. يعني ايه؟ ما نفضلش احنا هنا عمالين ايه بنتكلم احنا لبعضينا بس. لازم نخاطب العالم الاخر قصاد العالم كله، نخاطبه. اتفضلوا ادي شكل الدراسات اهي، وادي يبقى مشاكلها وخطورتها على ال3 دول. ايه رايكم يا عالم؟ نسيب العالم بقى يتكلم، يرد هو بنفسه، والمجتمع الدولي يشتغل، والجمعيه العامه للامم المتحده تشتغل، ومجلس الامن عارف يسيب الجهات والمنظمات الدوليه بقى تشوف شغلها ودورها. تمام. واحنا نشوف شغلنا ودورنا اللي احنا بنعمله دلوقتي. ده هايل جدا. تمام، ماشي. التعليم، مخازن الوزارة بدأت تسليم المديريات الكتب وتستمر حتى الخميس. تواصل وزارة التربية والتعليم الفني استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق الأسبوع المقبل، حيث تبدأ المديريات التعليمية والإدارات بتسليم الطلاب الكتب المدرسية غدا صباحا. الخبر المهم بقى في هذا الخبر تحديدا، أو الجزئية المهمة، هي عدم الربط بين سداد المصروفات الدراسية وبين استلام الكتب لمصلحه الطلاب. ايه راي حضرتك في هذه الخطوه؟ ده جميل جدا. اولا ان هم وزعوا نسبه 85%، نسبه عاليه جدا من الكتب بقت موجوده، وعدم ربطها بالمصاريف برضو مهم، اهم برضو. ده شيء لازم يعني صح جدا من الوزير ان هو يعمله ويتحرك معه. لازم يتحرك معاه برضو خطوات ثانيه على مدار السنه. الكلام ده بالنسبه للمدارس الاميريه والتجريبيه والقوميه وما الى ذلك، ولا هيبقى فيه برضو شكل من اشكال الضغط على المدارس الخاصه بحيث انها تسلم الاطفال كتبهم ما يقدروش؟ مشكله المدارس الخاصه عندك مدارس خاصه انواع فئات. في مدارس خاصه اجنبيه، تمام، في مدارس خاصه دوليه، يعني بمعنى، وفي مدارس خاصه يعني واحد عمل مدرسه، تمام. ففي انواع فئات من المدارس. بس المفروض في اشراف لوزاره التربيه والتعليم على هذا الموضوع. مش كلها، ما يقدرش هو يخش مدرسه اجنبيه زي منهاتن ولا مدرسه امريكيه ولا كده ويقول انا مشرف عليك غصب عنه، لان هو في قانون عندها هي بتشتغل من خلاله، فما يقدرش هو يخالف القانون نفسه. لكن في مدارس خاصه العاديه هو ده اللي ممكن يخش ويفرض عليها الشرط دوت، لان هي في الاخر المدرسه هتاخد رسوم مصاريفها، هتاخدها، عندها امتحانات للطالب، عندها درجات للطالب، عندها وسائل كتيره تخلي الطالب يدفع رسوم هيدفعها المصاريف، يعني زي الاكاديميه. مصاريف بترفعها لوحدها، ما ترفعش، لا انها تخليه يدفع المصاريف.
بترفعها من سنه لاخرى، المدارس بترفع المصاريف من سنه لاخرى. لا لازم تاخد موافقه الوزاره على فكره، مديريه التربيه والتعليم على كده. وكان في قرار انه 10% بمنع الانشاءات، يعني بمنع الزام اولياء الامور بدفع الانشاءات داخل المدارس والاكتفاء ب هو مش ملزم ولي الامر انه يدفع على فكره. تمام. هو زياده الرسوم المصاريف الدراسيه بتاخد ختم من المديريه التابعه ليها او اداره أيوة. تعليميه، بتاخد بتعلقها في لوحه رسميه قصاد كل اولياء الامور، نسبه حوالي 5% 10%. لان انا كنت برضه خدت التجربه دي من زمان، بقول لك مجتمع المحلي خدت فيه كتير قوي في قطاعات كتيره في الدوله في تجارب، فبتعلق الرسوم وبتعلق في لوحه قصادها مع هو دي اللي انت ملزمه بيها، اللي واخد ختم النسر عليه. تمام. لو مدرسه قالت عايزه جنيه زياده مش من حقها انها تطلب ده. جميل. وبعدين انت بتنصحي ليه؟ اولياء الامور بينصحوا ليه؟ ما هو انا ما اروحش ادفع صح وارجع اشتكي، ما هو ده كلام. احنا برضو احنا بنحارب او احنا بنساهم في وجود الفساد. تمام. ما ينفعش، هيعمل لي ايه؟ للاسف وقت فقره الاخبار خلص النهارده. كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا الاستاذ طارق فتح الله الكاتب والباحث السياسي، نورتنا يا فندم. الله ينور، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، وكل اسره بيت العيله واتحاد الاذاعه والتلفزيون بخير، ويا رب دايما نشوفكم على خير ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل زميل العزيز عبد الغني الملكي وضيفته الاستاذه سوسن الشلاح خبيره التنميه البشريه وكيف تكون سعيده.